لعيب دربته وكنت شايف انه كان ممكن يوصل للعالميه زي محمد صلاح وما وصلش، ليه بقى؟ مين هو وليه؟ اللي كان ممكن يوصل اينو. الله يرحمه. جامد قوي، شويت شمال ويمين ويغزل ومجهود، وكان سوبر ستار يعني. جمال جودة كان حريف قوي بس جهد مش كتير قوي. طارق سليمان كان لاعب كويس قوي بس كسول شويه. لما راح سويسرا ما لعبش ليه؟ لكن اينو حكايه وروايه يعني، كان لاعب من اللاعيبه الافزاز يعني صراحه الحق يعني. طب ليه ما وصلش للعالميه؟ ولو ما كانش لسه العقليه بتاعت الاحتراف ويطلع بره والكلام ده. الفرصه دي وبعدين هو ما كانش يقدر يمشي في وجودي يعني. مرتبط بيك. امال ايه يعني. دي لاعيبه برضو لها وزن يعني تقيل. لو كان في اهلي وزمالك ده كان بهدل الدنيا صراحه يعني. كان زي رضا عبد العال، زي حماد عبد اللطيف. رضا عبد العال ليه ما عملش حاجه مع طنطا كمدرب؟ هو راح والفرقه هبطت. لا معلش، ده راح في فرقه واقعه وهو مدرب كويس. ليه؟ لانه فكره كويس. مخ كوره. رضا عبد العال هيبقى مدرب كويس جدا بس مسكوا فرقه فرقه كويسه وفرقه بتنافس. لكن جاي تمسكوا فرقه عشان ينقذ فرقه من الهبوط؟ لا، انا ما اعترفش بالحته دي اطلاقا. انا اعترف ان انا راجل اجي اختار فريق واعمل فتره الاعداد انا الطبخه كلها. اختار لعيبتك واختار لعيبتي والعب بيهم. الطبخه انا اللي اعملها، ما اجيش اخد طبخه غير انا. افرض طعمها طلع وحش يبقى انا اشيلها ليه؟ صح. فاهم؟ ولذلك انا كنت ارفض يجي يقولوا لي تعال الحق النادي المصري. الحقه ليه؟ اشمعنى انا اللي الحقه؟ ما هي حد تاني يلحقه يعني. فاهم؟ صراحه يعني، مع انه ناديه ونادي عيلتي ونادي ابويا وانا وكده. مش كل واحد يجي يلعب 3-4 سنين للنادي المصري يقول لك احنا في المئويه. مئويه انت بأمارة ايه؟ لعبت 10 سنين وما جبتش حاجه، يبقى انت لكنك ما جيتش. صح. فاهم اقصد ايه؟ لكن انت عشت حياتك جوه هذا النادي. نادي النصر نادي عريق، نادي محترم جدا، نادي مسكوا ناس فطاحل برضه. عبد الرحمن باشا لطفي ده برضه كان موضوع وحكايه. ده باشا.